يا اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله كده. انا معايا فيديو جميل جدا للتحويش النهارده، ضم لكم فيه 15 فكره ان شاء الله. يعني كل اللي عايزه تحوش باذن الله لما تسمع الفيديو ده هتحوش، لان مش ليها اي مخرج ولا اي منفذ. انت معاكي 15 فكره، لازم تحوشي، يعني لازم تحوشي. واللي ما بتعرفش او لسه بدها تبدا، لو مشيت على الخطوات دي باذن الله باذن الله هتحوشي. خلاص، نصلي على رسول الله كده عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا ايه بالافكار بتاعتنا كده، ونشوف وكل واحده تشوف الافكار اللي تناسبها واللي تقدر عليها، وتتعود واحده واحده مع التكرار كده ان شاء الله. ايه هتاخد على الموضوع، وايه هتحاول ان هي على قد ما تقدر ايه تدخر، مش هتصرف فلوس كتير. ماشي، تعالوا بقى نشوف ايه. انا عندي ايه ال 15 فكره اللي انا ايه جايبهم لكم دول. يعني انا في حاجات اتكلمت فيها في فيديوهات قبل كده، وفي حاجات ممكن تكون جديده عليكم. خلاص، فان شاء الله ايه هنشوف كده مع بعض. اول حاجه يعني للتحويش، احنا زي ما قلنا في فيديوهات كتير جدا، انت بتاخدي المرتب بتاعك او مصروف البيت بتاع الاكل والشرب بس، احنا ملناش علاقه باي حاجه اللي هو اكل وشرب مخصص للاكل والشرب ده، دي اللي احنا بنشيل ايه منه. غير كده لا. ماشي، فانا مثلا انا ليا 2000 جنيه دول اكل وشرب، ليا 3000، ليا 4000، ليا 5000، كل واحد على حسب ايه امكانياته وحسب الميزانيه بتاعته. خلاص يا حبيب قلبي، فانا مثلا انا واحده من الناس ميزانيه الاكل والشرب بتاعتي 2000 جنيه. انا بعمل ايه؟ انا لما باخد ال 2000 جنيه دول بتوع الاكل والشرب، انا باخد 200 جنيه وهحطهم في حصاله، مش بفتحها خالص الا على اخر السنه يكون لميت لي مبلغ، انزل اجيب بيه ايه اي حاجه لها. ماشي، فانا ال 2000 جنيه دول هاخد منهم 200 جنيه اول ما امسك الفلوس كل شهر، واعينهم بعيد عن ايدي خالص، وانساهم كأن انا المرتب بتاعي مقتصر على 1800 جنيه، وامشي نفسي على الموضوع ده. خلاص، تبقى نشيل اول حاجه 20% من المرتب، او 10%. 10%. خلاص يا حبيب قلبي، فكل 1000 عليها 100 جنيه. انت بتاخدي 1000 هتشيلي 100، هتاخدي 2000 هتشيلي 200، هتاخدي 3 هتشيلي 300. هو ده المعروف. خلاص، فانا كده اشيل ايه من المرتب بتاعي كل شهر. كل شهر اول ما بقى واخد فلوس السوق، اروح شايله منهم ايه ال 200 او 300 بتوعي دول، واعينهم ايه في مكان ما اجيش ناحيته خالص. ماشي، عندنا ايه تاني؟ لازم بعد، يعني احنا في ظروف ما يعلم بها الا ربنا، وفي ظروف يعني لازم نمسك على ايدينا على قد ما نقدر عشان نقدر نعمل حاجة. خلاص، فعندنا الطبخ بقى ان شاء الله كده. ندخل على بند الطبخ. ما عادش في حاجة اسمها بالبركة. انتوا شايفين الطماطم الكيلو وصل كام؟ فعندنا ان شاء الله كده يعني الطبخة حبيتين طماطم 3 مع معلقة صلصة. مش نجيب بالكيلو نحطه في الخلاط عشان نعمل الاكل بقى، ولازم تبقى حمرا وحاجات كده ما يعلم بقى الا ربنا كنا بنعملها. فايه، نحاول ان احنا ايه نمسك ايدينا شويه في ان فرم الطماطم ده، يعني نوفر شويه، لان هو حبتين 3 كده، 4 حبات بالكتير، عليهم ايه، عليهم ايه معلقه صلصه. ماشي يا حبيب قلبي، فعندنا ايه، نعمل الاكل كده ايه بالراحه وما نهدرش. خلاص، فعندنا والرز لما نيجي نعمل رز، نطبخ رز او كده، بلاش نعمل بالبركه برضو، بالنظر كده زي ما بنقول، اللي هو شقلب وقلب، اللي هو هاتي واغسلي وحطي وخلاص على كده. لا، اعمل معيار كوبايه او طبق او اي حاجه اعير بيها، واشوف المعيار ده مثلا اجربه النهارده، ان اجى على قد الافراد ويدوب على قد الاكل ومش فاضي رز، خلاص انا امشي على المعيار ده. لقيته اكتر اقلل شويه، لو في هيفيده هيترمي، بالذات الرز، لان الرز لو بيسخن ما بيتاكلش، لازم يتاكل صابح. خلاص، فلو لقيت اكتر لا انا ايه احاول لحد لما اوصل للمعيار الصح اللي يناسبني ويناسب الاسره بتاعتي، احاول كم مره عادي، مرتين 3، لحد لما انا ايه اظبط ايدي في الايه في المقاس بتاع الرز اللي هو على قد الايه على قد الوجبه، وخلاص على كده. ماشي يا حبيب قلبي، فنعاير بقى ايه موضوع الرز، موضوع المكرونه، الحاجه اي حاجه انت هتطبخيها بالراحه كده، عشان من ناحيه هتوفر معاكي، يبدا يعني ممكن توفري اكله التالتة او تانية، ممكن ان انت ايه ما تحتاجيش. فهماني؟ يعني انا مثلا بجيب 2 كيلو رز في الاسبوع، ممكن اعملهم على مرتين لو انا اسره كبيره، بس بيبقى مني مثلا حوالي عن طبق كبير كده يجي له ربع كيلو. طب ما انا الربع كيلو ده ممكن انا اوفره من رز ني بعيد ما يكونش مطبوخ، واجيب عليهم مثلا ربع كيلو بدل ما انا اروح اشتري نص كيلو كله من بره، فده برضو توفير ليكي. خلاص، فانا ايه كده ايه بوفر في بند الايه في بند الحاجات اللي هي ايه المعايير الاكل دي.
ماشي. فكل حاجه نطبخها بمعيار كده وتأني، بلاش حته البركه دي، بلاش منها. يعني دلوقتي كل واحد شايف الظروف عامله ازاي والاسعار رايحه فين، فبالراحه كده خلاص. عندنا ايه تاني؟ الاكل الجاهز. انا قلت اي واحده كانت متعوده تجيب اكل جاهز من بره، الشهر مش بيعدي غير لما يكون في وجبتين 3 في الشهر اكل جاهز. انا مش بقولك امنعي لان دي حاجه صعبه، بس انت بتجيبي 3 مرات خليهم مرتين، بتجيبي مرتين خليهم مره. وحق الوجبه اللي انت هتجيبي، انت بتجيبي مرتين مثلا، هاتي وجبه مثلا من بره، والوجبه التانية حاولي تجيبي حاجتها وتعمليها في البيت، وشوفي انت هتوفري منها قد ايه. خلاص، لقيت ان انت بتوفري منها يا اهلا، ما لقيتيش ان انت بتوفري هاتيها من بره. بس على قد ما نقدر نحاول ان احنا ايه الاكل يكون في البيت، ما نجيبش حاجه جاهزه، ده هيوفر معاكي كتير جدا. عندنا ايه تاني؟ لما نيجي يعني احنا لازم يعني كل اسبوع نطلع نفسح اولادنا، يعني كل ويك اند الكلام ده كله. ف حاجه برضو عشان انت يوم الفسحه بتاعت الاولاد دي ما شاء الله بتفتح على البحري مننا، فاللي هو اللي عايز يركب بالملاهي، واللي عايز مش عارفه يعمل ايه، واللي عايز سندوتشات ايه، واللي طالب بيبسي ايه، واللي يعني حاجات كده ما يعلم بها الا ربنا. فانت عودي اولادك من دلوقتي، يعني انت مثلا هتروحي مثلا تقعدوا مثلا في حديقه، هتاخديهم الملاهي، مكان ما هتروحوا تتفسحوا او تتمشيهم يعني يغيروا جو. فانت بتعملي ايه؟ مثلا انت عندك مانجا حاطه في الفريزر، عندك فواكه مخزناها، فراوله، جوافه، اي حاجه، قبل ما تطلعي مثلا من البيت بساعتين 3 تجهزي لك ازازه عصير، مانجا، فراوله، اي حاجه من اللي في البيت. تعملي لهم مثلا ايه، سندوتشات من البيت. يعني مثلا انت عارفه ان هم بيحبوا الشاورما، ممكن تعمليها في البيت وتاخديها سندوتشات معاكي. بيحبوا مثلا اي حاجه هم بقى بيحبوا ياكلوها او عايزين ياكلوها وانت بره، انت بتعمليها في البيت وتخلي تاخديها معاكي، بتوفر لك كتير جدا جدا جدا. خلاص. تقول لك مثلا ربع كيلو ترمس، نص كيلو ترمس، تاخدي تقزقزوا فيه كده بدل ما تشتروا الطبق مش فيه 5 حبات ترمس ب5 جنيه وب10 جنيه. انا مش عارفه اوصل ازاي كده. ف الحاجات اللي زي دي تعملي لهم مثلا حبة فشار في كيس كده برضو. يعني انتوا شطارتك. فحاولي على قد ما تقدري يوم الاجازه او الفسح بتاعت الاولاد دي تكوني انت عامله كل حاجه ايه في البيت. ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا عمل اكلات بدون لحوم. يعني ايه؟ انا مش شطاره مني ان انا طول الاسبوع اكل لحمه وسمك. خلاص. هو المقتدر ربنا يعني يوسعها على الناس كلها، انا مش بقول حاجه، اما انا بتكلم عن الناس اللي ظروفها ما يعلم بها الا ربنا، والناس اللي مش قادره، واللي مثلا يعني هو يعني بتمشي نفسها كده بايه بالعافيه. دخلي في اكلك وجبات كتير برضو تغنيك عن اللحمه والسمك اللي فيها بروتين وفيها حاجات حلوه، وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه. يعني زي ايه؟ زي مثلا العدس، زي الفول، زي الفاصوليا، اللوبيا، الحاجات دي كلها فيها بروتينات، وفي نفس الوقت ايه، مش مكلفه تمن تكلفه اللحمه والفراخ والحاجات دي كلها. ماشي يا حبيب قلبي. تبقى عندنا ايه، عمل اكل بدون لحوم وسط الاسبوع، يعني مثلا مرتين 3 في الاسبوع لحوم واسماك، واربع مرات كده ايه اكل شعبي، ده برضو هيوفر معاكي. عندنا ايه، لما تيجي تشتري حاجه، يعني انا مثلا رايحه اجيب خزين البيت، بقوليات، انا اروح على تاجر جمله او راجل انا عارفه ان هو اسعاره متهاوده، واشتري حاجتي كلها منه. خلاص. فرق الاسعار ده كله انت اللي هتحوشيه، انت اللي هتستفادي بيه. ماشي. فانا اشوف تجار الجمله، او لو حد قريب من منطقتي، او ان انا نازله اجيب اي حاجه، اسال كام واحد واشوف انهي واحد اسعاره متهاوده عن التاني، حتى لو جنيه جنيه، انت اولى بيه. ماشي. فعندنا ايه، ان احنا نعمل ايه بقى. اللهم صل على النبي. انا والله العظيم الساعه 4 الفجر انا بسجل 4 الفجر، فانا نايمه اصلا. فاللي هو ايه، شراء من اماكن الجمله، وشراء ايه الحاجات ايه، لو امشي ولفي، لو الحاجة ارخص جنيه هاتيها، هي نفس الحاجة بس بتنباع من تاجر لتاجر، كل واحد بيلعب في السعر براحته. ماشي. عندنا ايه، نزول السوق كل اسبوع او كل 10 ايام. خلاص. بلاش ان احنا نجيب من المحلات القريبة من البيت، بلاش الكسل بتاعنا. اللي عايزة توفر بجد واللي عايزة تعمل حاجة تتعب شوية يا جماعة. انا مثلا بنزل مثلا كل 15 يوم بنزل مرتين في الشهر، لان مثلا عامله مخصصه مثلا 1000 جنيه ده اسواق، يا اما انزل كل اسبوع 250،
يا اما انزل بال500 على بعض فبجيب حاجات كتير فبتنها معايا فتره كبيره، بحس ان انا جايبه كميات، غير ان انا اروح ب250 جنيه مش جايبين لي حاجه مثلا. ده مثلا يعني عليا انا. خلاص. فيا اما تنزلي كل اسبوع، يا اما تنزلي كل 15 يوم، تنزلي لك مرتين في الشهر وخلاص على كده. ده اسوأ، تجيبي كل اللي نفسك فيه. وانتي بتسوقي زي ما قلنا قبل كده 100 مره، لفي لفي وسعري ده البطاطس انتي سعرتيها عندي ده ب25، ممكن تلاقيها عند واحد تاني ب20. فسعري خلاص قبل ما تشتري. عندنا ايه تاني؟ شراء الاساسيات اول الشهر. الله اكبر، الله عز وجل. الفجر. والله الفجر بيأذنوا بيقيموا الصلاة. خلاص. يعني معلش انا لما بطول عليكم في الفيديوهات والله غصب عني. يعني انا بنتي لسه نايمه من شويه بسيطه مش من كتير، فانا ما لحقت تنام، يعني لحقتها تنام عشان انا اطلع اصور الفيديو، فربنا يسترها وتصحى لي تاني. فان شاء الله انا نفسي والله اعمل لكم كل يوم فيديو بس غصب عني. خلاص. عندنا ايه تاني بقى؟ شراء الاساسيات اول الشهر زي ما قلنا، اللحوم نشتريها اول الشهر، الاساسيات، البقوليات، المنظفات، الحاجات دي نجيبها اول الشهر عشان نرتاح منها، ويشيل بقى عننا بس غير الخضار اللي احنا ننزل له كل اسبوع او كل 10 ايام. خلاص. وعشان الفلوس ما تتصرفش منك. عندنا ايه تاني؟ بلاش ان احنا ننزل السوبر ماركت ومعانا اطفال، معانا اي حاجه. يعني انا رايحه مثلا اجيب طبق بيض، اجيب علبه جبنه، ما اخدش معايا ولادي. يعني انا مش معايا مثلا ل 150 جنيه، الاقي نفسي داخله في 200 وحاجه. ما ده اهدار برضو في الايه، في الميزانيه. ماشي. عندنا ايه تاني؟ شراء التوابل شهريا. انا اشتري التوابل شهريا، بلاش ان انا كل لما عاوز اروح اشتري لي ب10 جنيه و5 جنيه وحاجات مطحونه من بره قد كده، والله اعلم ان كان هي اساسا ولا حاطين عليها تراب ولا حاطين عليها ايه، انا مش عارفه. يعني انا جبت مره فلفل اسود، انا حاسه ان انا جبت تراب اسود، انا مش جايبه فلفل خالص. فانا بجيب التوابل وايه وبطحنها في البيت. ماشي. عندنا التفريز وقت نزول الاسعار. يعني انا واحده الطماطم ربنا يسترها عليها وتنزل يا رب. الطماطم عندي مثلا رخصت، الكيلو بقى وصل 10 جنيه او 5 جنيه. انهض وقت النزول ده اخد لي 50 جنيه 100 جنيه، وانزل اجيب بها ايه مثلا كميه طماطم واصلصلها واحطها في الفريزر. ده مثلا. الباميه نفس النظام. اي حاجه بتتفرز وقت نزولها، وقت لما تكون بكميه البسله الكلام ده كله، وقت لما يكون اسعارها متهاوده، انا استغل العروض دي واجيبها. هتوفر معاكي انت بقى في حاجات كتير جدا بقى. ازاي؟ يعني انا مثلا نازله اجيب خضار، انا عندي كيس باميه، فانا كيس الباميه ده في رينج كام؟ رينج 30 جنيه. انا بروح خصمهم من فلوس السوق اعينهم. انا كده كده كنت هجيب، فانا عندي، فانا باخد ال30 جنيه دول اعينهم، وعندي ايه كيس الباميه، عندي كيس بسله، ففي طبخه اهي موجوده، فانا اخدها انا كده كده كنت هجيب، فاخد فلوسها وايه واعينها. فاهمين انا قصدي ايه؟ عندنا ايه تاني؟ تفريز الشوربه. الشوربه سيبوكوا بقى من الشوربه بتاعت المحلات والقرف ده كله، انا مش بحبها خالص. انت عملتي فرخه بلدي، عملتي اي فرخه، عملتي ربنا كرمك ويعني طاقه القدر فتحت لك وجبتي كيلو لحمه فانت عارفه اسعارها كام دلوقتي. فبلاش ايه ان احنا نرمي الشوربه، وان احنا على قد على قد الشرب بتاعنا وقت الاكل والباقي في الحوض ونكب. لا. حاولي ان انت مثلا تشيلي كيسين كيس او كيسين من يوم ما تعملي لحوم او فراخ، وحطيهم في الفريزر. وقت بقى انت عايزه تعملي محشي ساده مثلا، ما عندكيش فراخ او لحمه او اخر الشهر، بتطلعي تسقي المحشي بالشوربه كانك انت عامله ايه، يعني طعمه بيبقى روعه. اي حاجه انت بشاميل مثلا، انت محتاجه بشاميل مثلا وعايزه مثلا كيس شوربه جنبي شويه اللبن، عشان ايه؟ احنا مش في عندنا امكانيات ان احنا نعمل البشاميل كله بلبن يعني صراحه فبنعمل نص شوربه ونص لبن، فده برضو بينجز معاكي. يعني مش هتقف، ممكن تقف على كيس شوربه، الاكله بتاعتك تقف على كيس شوربه، فخزني او فرزي الشوربه. ماشي. عندنا ايه تاني؟ عمل الطعميه والفول في البيت، ده بيوفر كتير جدا جدا جدا، واكيد انتوا عارفين. يعني دلوقتي الحبايه بتاعت الطعميه بقت قد ايه؟ بقت قد عقله الصابع كده وبجنيه. فاعملوا الطعميه في البيت، والفول المدمس برضه اعملوه في البيت، هيوفر عليكم جدا. يعني انت بتجيبي دلوقتي حبه الفول قد كده والله ما ياكلوا فرد،
وب7 جنيه وب10 جنيه، ما عادش فيه اصلا ب5. يعني عندنا هنا ما عادش بيبيعوا ب5، مش عارفه ليه. عندنا ايه تاني؟ قلنا قبل ما ننزل كل شهر نجيب الخزين، نعمل جرد للدولاب الخزين او المكان اللي انت بتخزني فيه البقوليات والحاجات دي. انت بتدخلي تشوفي ايه اللي موجود عندك وايه اللي ناقصك. مثلا عندي نص كيلو مكرونه، تبقى انا مثلا بجيب 4 كيلو، لا انا هجيب 3 كيلو ونص الشهر ده، النص اللي عندي، واروح خصمه الايه فلوس النص ده واروح عينها. عندي مثلا انا عايزه اجيب رز، بجيب 5 كيلو، لقيت عندي كيلو فايض من الشهر اللي فات، بروح شايله حق الكيلو ده من الفلوس وعينها، وانزل اجيب مثلا ايه ال4 كيلو التانيين على الكيلو الايه الخامس ده. خلاص، وهكذا. عندي مثلا ربع كيلو لوبيا، بشيل فلوسها عينها من الميزانيه وانزل ايه اجيب الباقي. فاهمين انا قصدي ايه؟ واهم حاجه، اهم حاجه عشان الستات اللي بتقولك انا باخد الفلوس اول الشهر، اول ما بمسك الفلوس هو 5 6 ايام بالكتير ومش بلاقي معايا فلوس اصلا تاني، الفلوس بتطير. فانت يا حبيبه قلبي، زي ما قلت، لو انت بعدت عن الحاجات اللي انا قلت عليها دي، الاكل الجاهز والفسح بتاعت الاولاد دي، تعملي الحاجه بتاعتها في البيت. والسوبر ماركت ده بلاش الاولاد ينزلوا معاكي، لو انت نازله انزلي انت وهاتي لهم اي حاجه انت على قدك انت. بلاش هما لو نزلوا معاكي هيفرحوا معاكي فتحه جامده، اللي هو كل واحد عايز له كيس، كيسين، كيس شيبسي على كيس مش عارفه ايه على عصير على مش عارفه ايه، عايزين ياخدوا المحل كله. فانت هتجيبي لكل واحد حاجه معينه وخلاص على كده. اما هما لو نزلوا معاكي فده دمار شامل وانت حره. ماشي، فنقلل نزول الاطفال معانا ايه في السوبر ماركت. حاجه بقى عشان انت بقى تعرفي راسك من رجليكي، تعرفي توفري، تعرفي انت عملتي ايه وصرفتي ايه. معاكي دفتر صغير، كشكول صغير يا حبيبه قلبي، وقلم. تحطيه في درج المطبخ، تحطيه في درج التسريحه، تحطيه في اي مكان. انت وقت لما تيجي تشتري حاجه او تطلعي حاجه، اأيد او اكتب انا خدت مثلا 50 جنيه النهارده لكذا، صرفت 30 جنيه في كذا، 40 جنيه لكذا. اتعودي على كده. هتيجي انت اخر الشهر تبصي في الورقه، هتعرفي نفسك انت صرفتي الفلوس فين، وهتقدري بقى تحددي بقى ان انت ينفع ان انت بقى تحوشي او لا، بان انت ايه ماسكه الورقه والقلم. وهتشوفي نفسك، امشي شهر واحد بس، شهر واحد على اللي انا بقوله ليه كده، وايه، وشوفي الفرق. يعني امشي زي ما انا بقول كده بالحاجات اللي انا قلتها بالظبط كده، وانتي بنفسك هتشوفي الفرق. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله ما اكونش طولت عليكم. واعذروني يا جماعه على تاخير الفيديوهات، انا والله العظيم غصب عني. انا بنوته صغيره ومطلعه عيني، كلمه مطلعه عيني دي شويه على اللي انا بشوفه. نومها متلخبط بطريقه صعبه، يعني ممكن تنام الساعه 4 الفجر، الساعه 2، الساعه 1، الساعه 3، على حسب هي وراحتها بقى يعني. فانا مش عارفه اعمل لها ايه. وبعدين طول ما انا صاحيه، طول ما هي صاحيه وانا عايزه اسجل، يا اما تيجي عايزه تنتش التليفون، يا اما توجع، يا اما عايزه توقع الرينج لايت اللي انا بصور عليه، يا اما عايزه اركب على الترابيزه، يا اما عايزه انا اشيلها. فيعني شل الحركه بتاعتي خالص. فاعذروني، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. واللي عايز اي حاجه تكتب لي في التعليقات، ميزانيات، اي حاجه، اي حاجه انتوا عايزينها اكتبوا لي، وان شاء الله هرد عليكم. وما تنسونيش في اللايك الحلو منكم، ما تنسونيش في التعليق الجميل اللي بيفتح نفسي على الشغل. وربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يخليكم ليا بجد. انتوا والله العظيم ما تعرفوا انتوا بتعملوا ايه في معنوياتي وكلامكم الجميل ليا ده وتشجيعكم ليا. ماشي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.